عليكم الاخوه الاخوات الاحرار، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. كلكم الخوت شفتوا هذه الكارثه الطبيعيه اللي ضربات اسبانيا. فاول حاجه كنعزيو العائلات ديال جميع الضحايا، وكنتمناو لجميع المتضررين انهم يقدروا يرجعوا لديورهم وتحسن الامور ديالهم ويدوز هذا الشيء هذا. فهنا الخوت هذه الكارثه الطبيعيه بينات لينا وعرات لينا على واحد الكارثه انسانيه. هذا الشيء اللي وقع في اسبانيا الخوت بين لينا ان على بعد 14 كيلومتر هو اللي كيفرق ما بين اسبانيا وما بين المغرب. فهذا 14 كيلومتر فهي مسافه جد قصيره، جد قصيره، ولكن هذه المسافه ديال 14 كيلومتر كتجعلك تسافر ما بين جوج ديال الحضارات، كتفرق ما بين جوج ديال العصور. هذه 14 كيلومتر كتفرقنا على واحد العصر حضاري ديال انسان حر، انسان مواطن، انسان هو اللي كيفرض راسو، الشعب اللي كيفرض راسو وكيبين انه انسان حر. وفي الجهه الاخرى على المسافه ديال 14 كيلومتر عندنا عصر الجاهليه، الخوت، عصر العبوديه، عصر الانسان اللي فيه الانسان عبد كيعبد البشر، بنادم كيعبد البشر، بنادم جاهل. عصر الجاهليه والعبوديه. هذه المسافه هذه مسافه 14 كيلومتر، ولكن هي مسافه ديال سنوات ضوئيه ما بين عصر الجاهليه اللي كيتوجد في المملكه البنانيه اللي سميتها المغرب، وما بين عصر الحضاره، عصر الانسانيه اللي كيتوجد على بعد 14 كيلومتر، وبنادم فيها الانسان حر، انسان ما كيعبدش البشر. الاسباني اليوم كيبين لكم على انه انسان حر، انسان ان الملكيه في اسبانيا، مع العلم الخوت الملكيه في اسبانيا ماشي ملكيه متوحشه بحال الملكيه في المغرب. حيتاش الملكيه في المغرب هذه الملكيه اللي كيبداو يغنيو عليكم بها ويزمروا عليكم انها في العمر ديالها 14 قرن. ف 14 قرن من الجاهليه، 14 قرن من العبوديه. شوفوا معايا هذا المنظر الكارثي ديال العبوديه ديال هذه الملكيه المجرمه اللي مخليه بنادم كيعيش في عصر الجاهليه. شوفوا معايا هذا الشيء، شوفوا معايا بنادم كيفاش كيعبد في الصوره ديال الملك المجرم الديكتاتور. شوفوا معايا واش هذا العصر اللي كيعيشوا فيه هاد الناس واش هذا عصر ماشي ديال الجاهليه؟ هذا عصر الجاهليه وعصر العبوديه. الشعب الاسباني هادو ناس احرار، هادو مواطنين، ماشي الرعايا ديال هذا الملك، لا، المواطنين الاسبان، الشعب المثقف، الانسان الحر، الانسان الواعي. الملك تما هو براسو، داك الملك الاسباني عارف راسو ما يقدرش يكون ملك من غير الشعب، والشعب عارف ان هذاك الملك تما حيت الشعب كاين، ما يمكنش يكون ملك بدون شعب. في هذيك الضفه الثانيه اللي على بعد 14 كيلومتر عندنا الملك دايرين منه الاف. هذيك المملكه البنانيه اللي كيزمروا عليكم انها في العمر ديالها مملكه في عمرها 14 قرن. كنعاود نقول لكم شوفوا الفرق ما بين واحد الناس حضاريين، واحد الناس واعيين، واحد الناس احرار ما كيرضاوش بالذل، ما كيرضاوش بالحقره. بنادم كيتمتع بالحريه ديالو، كيتمتع بالكرامه ديالو، كيتمتع بالانسانيه ديالو. هذا الملك نازل برجلو لعند دوك الناس باش يتضامن معاهم وداك الشيء، وشبعوا فيه. كنعاود نقول لكم شبعوا فيه سبان. شوفوا واش كيديروا هنايا، كيضربوه بالغي، جراو عليه. وهو هذاك الملك كيعرف ان الشعب ولا ما كانش داك الشعب ما يقدرش يكون هو ملك، هو كيعرف راسو انه خدام عند الشعب. الملك في اسبانيا خدام عند الشعب، رئيس الحكومه في اسبانيا خدام عند الشعب، موظف ديال الشعب. هادو هما الشعوب الاحرار، هادو هما الناس اللي كيتمتعوا بالانسانيه، اللي كيتمتعوا بالمواطنه، بالكرامه. وهذا الشيء الخوت
هادشي راه ماشي في شي جزيره اولا في شي كوكب بعيد علينا في المريخ خاصنا سنوات ضوئيه باش نوصلوا، لا، هذا في واحد البقعه ارضيه كتوجد على بعد 14 كيلومتر، 14 كيلومتر مسافه جد قصيره. بابا كيقطعها بنادم عمان، بنادم كيقطعها عمان باش يهرب من ديك الدوله ديال العبوديه، من ديك المملكه ديال العبوديه، المملكه ديال الجاهليه. وكما كنعاود نقول لكم 14 كيلومتر كتفرق ما بين الحضاره والانسانيه وما بين، شوفوا معايا هذه الحاله هذه في ديك المملكه البنانيه اللي كتبعد على 14 كيلومتر، كتفرق بينات هذه الحضاره وبين هذه العبوديه. الخوت شوفوا معايا الخوت، هذه الحاله ديال العبوديه، بنادم كيعبد الملك وبنادم كيعبد انسان موسخ ديكتاتور مجرم، كيعبد الصوره ديالو. وهادو راه هما المتضررين، هادو راه جراو عليهم من الديور ديالهم ومخرجينهم يتشردوا، وبنادم كيعبد في الصوره ديال الملك. شوفوا الفرق ما بين واحد ماشي الدوله والنظام اللي جا خرجهم من ديورهم، لا، ما خرجهم حتى واحد من ديورهم، بالعكس تما ملي بنادم ما كيكونش خدام او لا عاطل على العمل كتعطيه الدوله المساعده، كتعطيه السكن، كتعاونوا في الاكل، كتعاونوا في كل شيء. ماشي جات خرجاتو من دارو وقالوا هذه كارثه طبيعيه ما عند الملك ديال اسبانيا ما يدير فيها، ما عنده حتى شي دخل فيها. ومع ذلك الناس ساخطه والناس كتسب فيه وكتتهمه وكتضرب فيه بالغيص. تخيلوا معايا كون هاد الناس خرجوهم من ديورهم، بعدا اصلا ما يقدرش يتجرأ يماه ولا باباه شي واحد يخرج شي واحد من دارو في اسبانيا. والله تتنوض ماشي كارثه، شي حاجه اكثر من الكارثه تنوض. شوفوا معايا غير هنا شنو وقع هنا في المملكه الجاهليه. مملكه الجاهليه هذه ماشي المملكه البنانيه، المملكه البنانيه الجاهليه، مملكه العبوديه. عندنا بنادم ماشي كتوقع كارثه، لا، بنادم كيجيو يخرجوه من الديور. بلا ما نهضروا على الكارثه ديال الحوز، زلزال الحوز. في الزلزال ديال الحوز الناس كتموت والناس تحت الحجر وداك الشيء. والملك محمد السادس فينا هو محمد السادس، وراه هو مقصر في باريس مع كيف ما قالت لكم الصحافه الفرنسيه في باريس مع بيير بالماد كما دايرين لونا. ها هي كتبين عليكم الصحافه الفرنسيه. هنا من غير هذه الكارثه الطبيعيه هنا كتلقى بنادم كما قلت لكم في هذه المملكه ديال العبوديه وديال الجاهليه كيخرجوا بنادم من ديورهم، كيهرسوا ليهم ديورهم، البرارك ديالهم، كيشردوهم، كيلوحوهم للزنقه. واشنو كيوقع؟ كنلقاو بنادم، ها نتوما، ها العهد ديال الملك محمد السادس، ها المملكه في عمر يماها 14 قرن، ها هي 14 قرن ديال الجاهليه، 14 قرن ديال العبوديه. شفتوا هاد الحاله الخوت؟ ودابا تخيلوا معايا هاد المنظر يوقع في اسبانيا، شنو غيوقع؟ شنو غادي يوقع؟ والله يخرجوا شي واحد ويريبوا عليه دارو، يا تتنوض ماشي الروينه، يا تتنوض الملكيه، والله لا بقى شي ملك ولا لا بقات شي عائله ملكيه. هادو ناس احرار. اذا هنا الخوت باش تحلوا عينيكم مزيان وتشوفوا الفرق ما بين شنو هو واحد كيتسمى انسان وواحد كيتسمى عبد، الفرق ما بين الجاهليه والفرق ما بين الحضاره، والفرق ما بين العبوديه وما بين الانسانيه. وهذا الشيء الخوت بلا ما نهضروا لو كان يوقع هذا الشيء في المغرب شنو يقول لك؟ ويردوا دوك الناس حمقى ويردوهم خونه، مصيفطاهم الجزائر باش يديروا هذا الشيء هذا. اذا الخوت راكم عارفين داك الروايه والاسطوانه، اذا كان شي حاجه الجزائر هي اللي دايره ولا امراض الخونه، هذاك التخربيق الخاوي، وهذا هو اللي مخلي الشعب المغربي عايش في العبوديه وفي هذه الجاهليه. فلذلك فهاد العبيد وهاد العياشه فخليهم يتلذذوا بهذا الشيء هذا، خليهم يعيشوا هذا الشيء هذا، خليهم مزيان ليهم هذا الشيء اللي كيوقع لهم. اذا كملوا في العباده ديال البشر، كملوا في العباده ديال سيدكم الملك محمد السادس، وفي دوك الاصنام الصغار ديالو، دوك بحال الجلاد والحقير مخرج افلام البورنو عبد اللطيف الحموشي، حتى هو عنده عبيد ديالو وجاهليين اللي كيعبدوه بطريقتهم. كل مسؤول، كل مجرم، كل جلاد داير العبيد ديالو. وعاد عندكم الههم الاكبر هو الملك محمد السادس اللي كيعبدوه. كتشوفوا هاد الحاله الكارثيه اللي عندنا في المغرب ديال الجاهليه والعبوديه. فلذلك الخوت صعيب على العبيد، صعيب على العياشه انهم يفهموا
الاحساس اللي كنحسوا به، وانهم يفهموا علاش حنا ما كنتفكوش مع هذا النظام الخبيث الحقير، علاش حنا مداعين مع هذا النظام، مع هاد المجرمين، علاش حنا باغيين هاد الناس تحاكم، لانهم كيبان لهم كيفاش باغي تحاكم الاله ديالهم، كيفاش باغي تحاكم هاد الالهه ديالهم، لانهم كما قلت لكم دايرين من الجلادين المجرمين، كيشوفوا في الجلاد المتسلسل هو الخبيث مخرج افلام البورنو بلاطي الحموش، كيشوفوا فيه واحد الاله صغيور، كيشوفوا في الجلاد منير الماجدي كيشوفوا فيه حتى هو واحد الاله صغيور، وكيشوفوا في محمد السادس هو هبل السادس الاله ديالهم الاكبر. فلذلك فرق كبير ملي كتكون كتعيش الحريه وكتعيش الانسانيه، وانك انسان متشبت بالانسانيه ديالك وما كتفاكش مع هاد المجرمين، فهما هاد العبيد وهاد العياشه وهاد الغلمان ودوك العاهرات الشارفات الخيبوعات اللي ما بقى قابل عليهم حتى شي بار، كتلقاهم جايين كيدافعوا باستماته على هاد الالهات ديالهم، وكيبداو يهاجموا فيك انت، لانهم صعيب على المخيال ديالهم يتخيلوا كيشوفوك انك حر، انك انسان، كتجيهم في شكال لا، خاصك تبقى عبد معاهم، خاصك تبقى في الجاهليه معاهم. لذلك فعوموا في بحر الجاهليه وفي بحر العبوديه ايها العبيد ايها العياشه الخرياشه، وخليوكم مع الهكم والالهه ديالكم. وهنا كنعاود نقولوها، يجب محاكمه هاد العصابه الحاكمه كامله. وكما وعدناكم دائما الخوت، اين كانت مختفيه الاميره سلمى منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ اين كانت مختفيه الاميره سلمى منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ الاخوه والاخوات الاحرار، نتمنى لكم يوم مبارك، موعدنا الحلقه المقبله، السلام عليكم، مع السلامه.